القضية. مساء الخير. حديثنا في هذه الحلقة عن الجمهوريات ذات الحكم الذاتي التي ما تزال جزءا من الفيدرالية الروسية. هذه الجمهوريات الثلاث هي ذات أغلبية إسلامية، وهذا يعني من هنا تنبع أهمية الحديث عنها. الجمهورية الأولى اسمها باشكورتوستان، ويسكنها قوم الباشكير. هي من وسط روسيا، وهي جمهورية غنية جدا جدا. فيها، وهذا طبعا يعني المعلومة من مصادر موثوقة، فيها 13,000 نهر، وبعض جزء كبير من هذه الأنهار صالح للملاحة لأنه مياهه عميقة. فيها النفط، وفيها 3000 مادة خام من المعادن المختلفة والمعادن النفيسة ونصف النفيسة، وأيضا جزء كبير من مساحتها تغطيه الغابات، ما يعني أنه ممكن أن تصدر، وهي تصدر الأخشاب. هذه سكانها معظمهم مسلمين، وفي عام 91 وقعت اتفاقية مع روسيا الفيدرالية، مع الحكومة الفيدرالية، بموجبها أعطيت درجة كبيرة من الاستقلال وتقرير المصير وكل ما يلحق ذلك من إجراءات، إلا أنه تم العدول عنها بضغوط من الفيدرالية الروسية وبتعاون من زعماء باشكورتوستان. عندما أجري أول استفتاء لباشكورتوستان للاستقلال، جاء تصويت أغلبية الناس في صالح الاستقلال، ولكنه لم ينفذ. عدد سكان باشكورتوستان حوالي 4 ملايين، قريب النص أو أقل شوية مسلمين. الجمهورية الثانية اسمها تتارستان، وكما يدل عليها اسمها معظم سكانها من التتار. عدد سكانها بحدود 3.8 مليون نسمة، منهم 2 مليون مسلمين. 62% من سكان تتارستان صوتوا إلى جانب الاستقلال، ولكن أيضا صارت ضغوط من الفيدرالية الروسية وأثنتهم عن ذلك، ولكن ما تزال بإيدهم سلطات محلية كثيرة نتيجة لرغبة السكان الشديدة في الاستقلال بأمورهم الداخلية. الآن هذا البلد تتارستان يتمتع بقدر كبير من الحرية الدينية والحرية السياسية، وتقول لنا الأنباء أنه تأسست في عام 2008، بلغ مجموع المؤسسات الدينية 1398 مؤسسة، منهم أكثر من 1000 مؤسسة دينية إسلامية وحوالي 250 مسيحية، وحتى أتباع هاري كريشنا كان لهم مؤسسة دينية لأتباعهم. الجمهورية الثالثة هي الداغستان. الآن أهمية الداغستان إنها أكبر جمهورية في منطقة القفقاز، مساحتها كبيرة، عدد سكانها 2.6 مليون تقريبا، 90% منهم مسلمين، بعض نسبة قليلة جدا من الشيعة والباقي من السنة. داغستان ما يميزها حقيقة هو العنف السياسي. منذ العام 99 وهي تعاني من
حركات يومية، تفجيرات فنادق، تفجيرات، اعتداءات على الشرطة، ولكن بمستوى يعني خلينا نقول لا يهدد الاستقلال أو الاستقرار في البلد، وذلك بسبب السيطرة الروسية الكبيرة وتعاون قطاع كبير من السكان مع السلطات الروسية الفيدرالية، بالإضافة إلى أنه هذا يعني الثورة اللي قائمة كان كثير من مفكريها وقادتها جاءوا من الخارج. وعلى سبيل المثال شامل باسيف قاد أول تحرك، ومنذ 2000 سنة 2000 إلى الآن نسمع يوميا عن تفجيرات وإلى آخره. قد يقول قائل إنه ما مصلحة الشراكسة والجمهوريات المحلية الشركسية في الاهتمام بما يجري في هذه الجمهوريات؟ الجواب على ذلك أنه الجمهوريات الشركسية تتأثر كثيرا جدا بكل ما يجري في داخل روسيا، لأنه إذا صار تشديد على إحدى الجمهوريات تجده يطبق أوتوماتيكيا على باقي الجمهوريات ذات الحكم المحلي بسبب حرص الفيدرالية الروسية على عدم انتشار ما تعتبره هي أخطاء. رقم 2، وجود هذه الجمهوريات وسعيها الدائم نحو الاستقلال أو مزيد من درجات الاستقلال أو التحرر أو الحصول على سلطات أكثر محليا من السلطة الفيدرالية الروسية، هذا يشكل حافزا لأبنائنا وأخواتنا وأخواننا في الجمهوريات الشركسية على المضي قدما وتقليدهم والتأثر بهم، مما يعيدني إلى المقولة الأساسية اللي بتقول إنه نحن يجب أن نكون جاهزين في كل ما يتعلق بالحياة السياسية. وهنا يجب أن أحاذر في التصريح، إذا لم نستطع أن نطور العمل السياسي في داخل الجمهوريات المحلية الشركسية في الوطن الأم، فيجب أن يبدأ العمل السياسي من الخارج، لأننا لا نريد أن نتسبب لإخوتنا في الوطن الأم بأن تحصل لديهم ردود فعل من قبل الفيدرالية الروسية تنتزع يعني ما حققوه من إنجازات سياسية وتعيدها إلى الحكم الروسي المباشر. هذا أمر يجب الحرص عليه في كل الأوقات وفي كل ما نعمل. لذلك يعني إذا كانت هناك دعوة لقيام أي عمل منظم له صفة الديمومة، يجب أن يأتي من الخارج. وليعذرني أهل القفقاز إذا كنت صريح في هذا الموضوع، أنه صراحتي منبعها حرصي على أن لا تقوم الفيدرالية الروسية بالانتقام من أي عمل نكون نحن سببا فيه. لذلك نحن نعفيه من أي نشاط سياسي قد يؤدي إلى نشوء نزاع بينهم وبين الفيدرالية الروسية. عودة إلى هذه الجمهوريات، نحن نرى أنه مثلا في باشكورتستان الأمور لم تستقر، هناك سعي متواصل إلى تحقيق يعني قدر أكبر من الحكم المحلي ومن الحرية، وكذلك في تتارستان. أما بالنسبة لداغستان ففقدان الأمن و يعني درجة العنف القائمة عمالها تأثر على السير الطبيعي لتطور الحياة السياسية. أشكركم وأشكر لكم استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم.